معهد كايست في كوريا الجنوبية كشف عن تقنية جديدة لعلاج السرطان بتحول فيها خلايا السرطان لخلايا طبيعية من غير ما يتم تدميرها، وده إنجاز بيغير مفهوم العلاج التقليدي تماما. التحول ده يا إخوانا مش بس بيقلل الآثار الجانبية للعلاج بالكيماوي، لكنه كمان بيواجه مشكلة مقاومة الخلايا السرطانية للعلاج التقليدي ورجوع ظهور الورم مرة تانية، وبيدي أمل جديد للمرضى إنهم يعيشوا حياة أفضل. لا مش حلوة، لا مش هكمل الفيديو بيها. نرجع لموضوعنا. فريق البحث في كايست بقياده البروفيسور كوانج هيون شو من قسم هندسه الاحياء بنى نموذج رقمي لشبكه الجينات المسؤوله عن مسار انقسام الخلايا القولون الطبيعيه، ده اللي بيسموه التوأم الرقمي او ديجيتال توين. من خلال تحليل دقيق للنموذج ده عرفوا ايه هي المفاتيح الجزيئيه اللي بتحكم عمليه التميز الطبيعي للخلايا او الماستر سويتشز، ولما طبقوا المفاتيح دي على خلايا سرطان القولون في المختبر وفي تجارب حيوانيه قدروا يرجعوها لحاله قريبه جدا من الحاله الطبيعيه للقولون من غير ما يقضوا عليها بالقوه. النتيجه كانت عظيمه جدا، خلايا السرطان اتقبض عليها ورجعت تتصرف زي الخلايا السليمه، وبكده تجنبوا الاثار الجانبيه القاسيه للعلاج الكيميائي او الاشعاعي. الميزه في الطريقه دي انها مش بس بتقلل المضاعفات الجانبيه، لكن كمان بتقلل احتمال عوده الورم بسبب مقاومه الخلايا السرطانيه، ودي حاجه مهمه جدا لان معظم العلاجات اللي موجوده دلوقتي بتركز على قتل الخلايا السرطانيه، وده بيخلي الخلايا السرطانيه القويه منها تتكيف وترجع تاني. كمان الباحثين طبقوا النموذج الرقمي ده على ابحاث سرطان المخ واكتشفوا مفاتيح جزيئيه ممكن تساعد في علاج انواع تانيه في المستقبل. موضوع زي ده بيفكرنا ان العلم بيتطور بسرعه كبيره، وان ممكن يجي يوم العلاج يبقى فيه انقاذ وتعديل للخلايا بدل ما يكون تدمير شامل. في النهايه عايز اقول لكل واحد بيحارب السرطان او عنده حد عزيز عليه مريض، ما تفقدوش الامل ابدا. العلم بيتطور بسرعه والعلاجات الجديده جايه في الطريق ان شاء الله، وان شاء الله هتكونوا من الناس اللي هيفرحوا بيها، وهنشوف يوم يكون السرطان مجرد ذكرى. ايه رايكم بقى في الاكتشاف الثوري ده؟ هل تتخيلوا ان التقنيه دي توصل لعلاج يشوفوا كل مرضى السرطان حوالين العالم؟ مهتم اعرف رايكم.